في عز البرد لما الضباب بيغطي الأرض والكلاب بتعوي من غير سبب. بدأت الحكاية اللي لحد النهاردة كل ما حد في القرية يفتكرها جسمه يقشعر ولسانه يتقل. الحكاية دي حصلت على تبة مهجورة على أطراف قرية ريفية بعيدة عن العمران والناس، فوق أرض ناشفة مفيهاش زرع، حوالين بيت قديم متهالك، الشبابيك متساندة بألواح خشب والأبواب بتصدر صرير مرعب حتى من غير ما حد يلمسها. في البيت ده عاش حسن بدر، راجل خمسيني، ملامحه دايما ساكنة، بس في عينه دايما كان في خوف، أو يمكن حزن، أو يمكن حاجة أعمق من كده بكتير. معروف في البلد إنه غريب الأطوار، ساكن لوحده، عمره ما اتجوز ولا حد يعرف إذا كان ليه قرايب، بقاله سنين عايش في عزلة الاختيارية. بيظهر كل أسبوع مرة، ينزل السوق يشتري شوية أكل وحاجات بسيطة، ويرجع بيته من غير ما يتكلم مع حد، ومن غير حتى ما يبص في وش بني آدم. الناس كانت بتقول كلام زي أي قرية صغيرة، بس المريب إن الكلام كان دايما فيه حاجة متكررة. نور غريب بيظهر من شباك أوضته آخر الليل، صوت مكتوم بيخرج من بيته زي ما يكون حد بيتخانق مع روحه. وفي أطفال قالوا إنهم شافوه واقف على التبة بيحفر في التراب بإيده بليل، من غير كشاف ومن غير خوف. عدت الأيام وفجأة حسن ما بقاش يظهر، السوق من غيره بقى أهدى، بس ريحة غريبة بدأت تطلع من ناحية بيته. أم مصطفى جارته أول واحدة قالت ريحة موت، بس فيها حاجة مش طبيعية، كأن التراب نفسه بيتعفن. العمدة بلغ الشرطة، والشرطة دخلت البيت بعد ما كسرت الباب. الظلمة كان خانق، والجو جوه البيت أبرد من بره. لقوه مرمي على الأرض، عينه مفتوحة وجسمه متخشب كأنه ميت وهو بيصرخ من جواه، بس مفيش أي علامة تحلل، كأنه مات امبارح مش من أسبوع. الطبيب الشرعي ما كانش لاقي تفسير، قال الجسم ده ميت بقاله أكتر من 10 أيام، بس مفيهوش أي علامة تآكل أو تغير، الحرارة محفوظة كأن الزمن وقف جواه. وقتها بدأ الرعب الحقيقي. أول ما العمال حاولوا يشيلوا الجثة صرخوا، وقعوا، واحد اتشل، التاني عينه قلبت أبيض وبطل يتكلم، والتالت صرخ وقال إيده مسكتني بجد. شيخ البلد اتطلب، جه يقرأ قرآن، بس كل ما يقرب من الجثة المصحف يقع من إيده والصفحات تتقلب لوحدها كأن في رياح بتهرب من حوالين حسن. الشيخ وقف وقال الراجل ده شايل عليه حاجة تقيلة، دي مش جثة بني آدم بس، دي بوابة. العمدة رفض الكلام وقال خرافات، ندفنه ونخلص. جابوا عربية نقل موتى وحطوا الجثة فيها، بس وهم في الطريق للمدفن العربية وقفت فجأة، لا في بنزين خلص ولا فيها عطل واضح، بس المدور فصل كأن في ايد خفية طفتها. لما نزلوا الجثة لقوها اتحجرت، بقت حرفيا قطعة حجر. الحفار أول ما قرب وقع مغشية عليه، ولما فاق قال وشه كان بيضحك، بس مش ابتسامة راحة، كانت ابتسامة تهديد، كأنه بيقول لي أنا مستنيك. الشيخ وقف وقال الراجل ده شايل عليه حاجة تقيلة، دي مش جثة بني آدم بس، دي بوابة. العمدة رفض الكلام وقال خرافات، ندفنه ونخلص. جابوا عربية نقل موتى وحطوا الجثة فيها، بس وهم في الطريق للمدفن العربية وقفت فجأة، لا في بنزين خلص ولا فيها عطل واضح، بس المطور فصل كأن في ايد خفية طفتها. لما نزلوا الجثة لقوها اتحجرت، بقت حرفيا قطعة حجر. الحفار أول ما قرب وقع مغشية عليه، ولما فاق قال وشه كان بيضحك، بس مش ابتسامة راحة، كانت ابتسامة تهديد، كأنه بيقول لي أنا مستنيك. رجعوا الجثة على المستشفى، والشيخ دخل بيت حسن يدور على تفسير. في أوضته وتحت سريره لقى صندوق معدن قديم مقفول بقفل غريب. فتحوه بالعافية ولقوا جواه كتاب، مش كتاب عادي، غلافه من جلد غريب، ريحته كأنها حاجة ماتت فيه. أول صفحة مكتوبة بخط عربي واضح اللي يفتحني يرفض من الأرض ويلعن من فوقها. باقي الصفحات مليانة طلاسم وأسماء ودوائر سحر واستدعاءات، وكلها بتتكلم عن كائن غريب اسمه ذو الوجوه السبعة. عشان الجاي أحلك وأغرب وأقرب من اللي تتخيله. وهل فعلا ممكن تبقى في جثث الأرض نفسها بترفضها؟ ولو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس. الشيخ سكت شوية وقال حسن ما كانش مجنون، ده كان بيجرب يفتح بوابة،
بوابة ما تتفتحش إلا لما تدفع التمن، والتمن كان روحه. بس الظاهر إنه عمل حاجة غلط، حبس الكيان جواه، أو الكيان حبسه هو. الجثة ما زالت في ثلاجة المستشفى، وكل ما حد يقرب منها بيحصل له حاجة. ممرضة اتحجزت في مستشفى الأمراض النفسية بعد ما شافت عينه بتتحرك. عامل نظافة اتفصل لأنه قال إنه سمع صوت بيهمسه له: افتح الكتاب، خليني أخرج. من وقتها مفيش حد يقدر يدفنه ولا حتى يقرب منه. الأرض بترفضه، والناس بتخاف حتى تتكلم عنه. وكل ما الليلة تسود وتيجي ساعة معينة بتتكرر فيها نفس الأصوات، كأن حسن لسه بيحاول يقول حاجة، أو كأن اللي جواه لسه صاحي. وسؤال دلوقتي ليك أنت: لو كنت موجود في القرية وطلبوا منك تلمس الجثة، كنت هتوافق؟ ولو لقيت كتاب مصنوع من جلد بني آدم وفيه أسرار ممنوعة، كنت هتفتحه ولا كنت هتدفنه من غير ما تبص وراك؟ قول لي في التعليقات، تتوقع إيه السر الحقيقي اللي كان شايله حسن؟ وهل فعلا ممكن تبقى في جثث الأرض نفسها بترفضها؟ ولو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، عشان الجاي أحلك وأغرب وأقرب من اللي تتخيله. وخلي بالك، مش كل جثة بتترمي في الأرض بترتاح.